بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. يلا كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما بقول لكم كده، أي حد يجي يشتري عربية لازم يبص عليها كويس من فوق ومن تحت. دي واحد اشترى عربية والمكنة بتاعته مثلا بتعمر، لقينا المكنة ملحومة من الجنب، ملحومة زي ما المكان ده اللي بيربط فيه القعدة، والحمد لله أنا مش مسمعها لحد جوه، بس المكان اللي بيربط فيه القعدة زي ما تقول اتخبط واتكسر وملحومة. طبعا لو كان شافها وهو بيشتري كان الكلام اتغير. بص على العربية اللي انت هتشتريها من فوق ومن تحت جدا. زي ما انتوا شايفين برضه، عربية المدفع بتاعها مكسور ولسه صاحبها شاريها. انا مش بقول ان هو مش هيشتريها عشان كده، لا، بس الكلام هيتغير. ده انا هشتري مدفع، ده انا الكلام ده. بص على العربية واعرف تكلفها كام قبل ما تشتريها. زي ما انتوا شايفين ده كردان برضه، عشان تعرفوا لو واحد عنده فيه دردرة او اي حاجة وعايز يعرف الكردان فيه حاجة ولا لا، زي يعمل زي ما انا بعمل كده. يا رب اكون فدتكم، كل سنة وانتم طيبين.